السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب أولى ثانوي خلاص هانت، هنخلص بارت 5 النهارده إن شاء الله، ويتبقى لنا هيتبقى لنا بارت واحد بس، 2 فيديوز إن شاء الله، ممكن هينزلوا على بكرة على الأغلب. فشد حيلك، خلاص امتحانك يا دوب يوم الثلاث، فأنت لازم كده تشد نفسك شوية معايا. اوكي، يلا بينا نبدا. في البارت اللي فات في بارت 5.1 احنا اوريدي وصلنا لحد question 24. النهارده ان شاء الله يلا بينا نشوف معانا ايه. يلا بينا بقى نبدا دلوقتي ب question 25. بيقول ايه بقى ال question 25 ده؟ question بيقول the breakdown of hemoglobin. لما انا هبدا اكسر الهيموجلوبين بتاعي، كنا بنكسر الهيموجلوبين فين؟ اللي هي الار بي سيز، اللي هي الريد بلاد سيلز. كنا بنكسرها فين؟ كنت بكسرها جوه الليفل. طيب افتكر من الفيديو اللي فات كان بيعمل لي ايه؟ كان التكسير دوت كان بيبروديوس حاجه اسمها ايه؟ تعالوا نشوف التشويسز اللي عندي. اول حاجه امونيا. هل كان بيكون الامونيا؟ لا، الامونيا دي كان عباره عن البريكنج داون اوف بروتينز، فلا مش دي. طيب اللي بعده يوريا. لا برضو مش يوريا. ليه؟ افتكر برضو الليفر كان بياخد الامونيا اللي هي الحاجه التوكسيك قوي ديت وبيحولها عندي لامونيا، تمام، سوري ليوريا، تمام، عشان يقدر ان هو يوديها بعد كده للكدني والكدني تعمل لها اكسكريشن. طب ليوريك اسيد؟ لا برضو. امال كان بيعملها لايه؟ لحاجه اسمها بيليروبين. وقلت لك ان البيليروبين ده بيعمل لي مرض، تمام كده، اللي هو الايه؟ الجاندس، تمام، اللي هو مرض الصفرة اللي كان بيجي للاطفال اكتر. هو بيجي كمان للكبار بس هو بيبقى زياده قوي وباين قوي عند الاطفال حديثي الولاده. يبقى انا عندي هنا لما اعمل بريكنج داون للهيموجلوبين اللي هي الار بي سيز او ريد بلاد سيلز هتديني ايه؟ البيليروبين. طيب اللي بعده، يلا بينا على الكويستشن اللي بعده، question 26. طيب في 26 بقى بيقول لي ايه؟ the relationship between الكاتابوليزم، عايز اشوف الكاتابوليزم and الميتابوليك ويست برودكتس. طيب هل الكاتابوليزم دي بتعمل لي ويست برودكتس ولا لا؟ تعال نشوف. انا قلت لك ان انا ببني في الفيديو اللي فات، يعني الانابوليزم بيعمل بيلدينج للتيشوز، تمام، والسبستنس اند سو اون، والكاتابوليزم بيكسر الحاجه دي. طب هو انا لما اجي اكسر الحاجه دي مش اكيد هعمل ويست؟ هعمل ويست. طب ايه هي بقى ريليشن شيب بتوين ذم؟ لازم تبقى عارف ان كل ما الكاتابوليزم عندي يزيد، كل ما ازود عندي نسبه ان انا اكسر السبستنس اللي عندي دوت، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي ان الميتابوليك ويست برودكتس بدات برضو تزيد. لان انا بكسر ليه؟ انا بكسر انا عايزه اوصل لحاجه معينه. يعني مثلا فور اكزامبل انا لما جيت اخدت الجلوكوز C6H12O6 وحطيت معاه اكسجين، طلع لي الناحيه الثانيه كربون دايوكسيد، ووتر، وشويه ATP، صح كده؟ طب انا عملت اصلا البروسيس دي ليه؟ يعني انا ايه اللي خلاني عملت كل ده؟ ايه اللي خلاني اكسر الجلوكوز؟ ان انا محتاج ATP. يبقى ATP ديت هي البرودكت اللي انا محتاجه. طيب الكربون دايوكسيد والواتر فيبر دوت بسميه ايه؟ او الواتر بقى لو اذا كانت ليكويد او فيبر او وات ايفر، بسميها ايه؟ بسميها عندي هنا باي برودكت. ليه باي برودكت؟ انا مش محتاجه اصلا، هو طالع معايا كباي برودكت، يعني هو برودكت كده طالع معايا بالصدفه، تمام، عشان بس اكون المعادله بتاعتي. طيب فدول بعتبرهم ايه؟ دول بعتبرهم ويست اللي بعد كده بيخرجوا في الاكسكريشن بتاع الجازز اللي هو الكربون دايوكسيد والواتر فيبر اللي بيطلعوا ايه؟ من اللونجز، فاهم كده؟ طب تعالى نشوف بقى، هل الريليشن شيب بتوين ذم دايركت؟ هما الاثنين دايركت. انكريزنج ذا كاتابوليزم بانكريز الويست برودكتس، احنا اتفقنا على ده من شويه. كل ما ازود الكاتابوليزم كل ما اكسر اكتر. هقول لك بطريقه ثانيه، اكزامبل ثاني، لو جبت البروتين وكسرته، كل ما ازود عدد البروتينز اللي بكسرها او الامينو اسيدز اللي بكسرها هيبدا يطلع لي ايه؟ هيبدا يطلع لي امونيا NH3. يبقى باي انكريزنج الكاتابوليزم اوف البروتينز ايه اللي هيحصل؟ the ammonia will increase. نفس الكلام هنا، باي انكريزنج the catabolism of الجلوكوز ايه اللي هيحصل؟ the by products او الويست ماتيريال will increase and so on. يبقى دي ايه؟ علاقه دايركت. طب هي علاقه انفرس، الكاتابوليزم reduces الويست برودكتس؟ لا، الكاتابوليزم مش بيقلل من الويست برودكتس، بالعكس انا كل ما بكسر اكتر كل ما بطلع ويست برودكتس اكتر. طيب كونستنت، هل العلاقه بينهم كونستنت؟ ما بيحصلش اي افكتد؟ لا، بيحصل افكتس كتير جدا. طيب الميتابوليك ويست برودكتس ار ليميتد تو ذا برودكتس اوف ذا انابوليزم. بالنسبه للويست اللي بتطلع من الكاتابوليزم بتكون اقل من الانابوليزم؟ لا طبعا، ده انا بلم اصلا وبركب،
لكن الكتا انا بكسر كده الحاجه بعضها وانطورها، تمام، افكها. يبقى انا عندي الانسر هتكون ايه؟ نمبر A، ان الريليشن شيب بتوين ذيم هتكون دايركت. ليه؟ باي انكريزنج ذا كاتابوليزم ريت. اللي هيحصل ذا ويست برودكت ويل انكريز. حلو كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 27. طيب في 27 بيقول لي ايه بقى؟ Which of the following organs is considered the primary organ responsible for removing nitrogenous waste؟ انهي واحد من دول هو اللي هيطلع لي النيتروجينس ويست؟ تعالى شوف انا كده النيتروجينس ويست عندي عامله ازاي. انا عايزه اطلعها بره الجسم اهو، عايز اطلعها بره البلاد اهو. هعمل ده ازاي؟ كنت قلت لك ان انا عندي اول حاجه اسمها امونيا، حاجه اسمها الامونيا. الامونيا دي ما ينفعش تفضل في جسمي زي ما هي كده، لازم احولها ليوريا، لازم احولها ليوريا. طيب اليوريا دي كانت بتبقى موجوده فين؟ كانت بتتكون عندي جوه الليفر وتاخد نفسها وتروح للكدني، تاخد نفسها وتروح الكدني. لما تروح الكدني يبدا يخرجها منين؟ بيخرجها من البلاد. ما انا قلت لك الكدني دي افتكر معايا، الكدني دي جواها حاجه اسمها نفرون. الكدني جواها حاجه اسمها نفرون. قلت لك امبارح ان النفرون دوت عامل زي الغربال، عامل زي الايه؟ زي الغربال. طيب الغربال دوت او المنخل دوت انا بنخل فيه المواد ديت اللي انا مش محتاجها عشان اطلع النيتروجينس ويست دي من البلد. الحاجات اللي انا محتاجها في البلد بترجع تاني، لكن انا مش محتاجه ده بيتصفى عشان يبدا يخرج بره الجسم، تمام؟ يبقى مين عندي هنا اللي مسؤول ان هو يخرج لي النيتروجينس ويست من جسمي او من البلد بالذات؟ مين؟ الكدني، تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 26. طيب في question 26 بقى بيقول لي ايه؟ 28 سوري. طيب when the salts in the blood increase، لما نسبة السولتس في جسمي تزيد، زاد عندي الصوديوم مثلا او اينز، يعني زاد عندي البوتاسيوم. يا سيدي الدم عندي مليان املاح، تمام كده؟ باكل ملح كتير، تمام؟ وانت ما بتشربش، انت عمال تاكل في ملح، تاكل في مخلل، تاكل في مخلل، تاكل في مخلل، وما بترجعش كل ده تاني للوتر، ما بتعوضنيش ده كله بميه. اعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ جسمي هيعمل ايه؟ هل هيبدا يسكريتنج مور سويت؟ هيطلع كل الميه اللي في جسمي بقى عن طريق السويتنج؟ لا طبعا، ده انا محتاج ميه اصلا، ده انا عايزك تشرب ميه. طيب increasing the reabsorption of water، هبدا ان انا اعمل reabsorption للوتر اللي موجوده في الكدني بشكل كبير. ما هو اليورين حتى ساعتها بتلاقي ان اليورين بتاعك ما فيهوش ميه كتير، تلاقي لونه اصفر غامق، تمام؟ ليه؟ ما فيهوش ميه اصلا. ليه؟ انا خدت الميه دي كلها، ليه؟ عشان انا جسمي محتاجها. طيب هل increasing the excretion of water هخرج ميه اكتر؟ لا، ده انا محتاج الميه دي، مش هينفع اطلعها بره. طيب storing salts، هخزن السولتس دي عندي؟ لا ما ينفعش، تمام كده؟ يبقى انا لما اكل ملح كتير ايه اللي هيحصل؟ هبدا ان انا اسحب ميه كتير بدل ما اخرجها لبره، ما انا محتاجها، تمام كده؟ طيب question 29 بيقول لي ايه بقى؟ توكسيك امونيا. ده سؤال سهل جدا وحليناه 40 مره. التوكسيك امونيا، الامونيا اللي مش كويسه اللي هي ال NH3، مالها؟ هيحصل لها converting into يوريا. فين؟ مين الاورجن اللي في جسمي هياخد الامونيا التوكسيك جدا ديت ويحولها لحاجه ليس توكسيك عشان تبدا ان هي تخرج بره جسمي، تمشي مع البلاد عادي وتروح لحد الكدني؟ كان الليفر. اللي كان بيعمل كده كان مين؟ الليفر. ليه ده بيحصل يا ماس؟ علشان ما ينفعش بعد ما اكسر البروتينز دلوقتي كسرتها، فبيجي في السمول انتستين يبدا يعمل ايه؟ ابزوربشن للنيوترينز دي، يبدا ياخد كل النيوترينز دي. طيب بعدين ايه اللي يحصل بقى؟ ياخد البلاد دوت يبدا ان هو يوصل لحد فين؟ لحد الليفر. طيب ايه هو معدي على الليفر؟ هو ماشي جوه بلاد، لو ما كانش عدى على الليفر وراح للكدني على طول كان هياخد مسافه اطول، فهيمشي وسط السيلز اكتر، تمام؟ لكن انا عندي الترانك او عندي بيكون عندي زي فيسل كده، فيسل مخصوص بيبدا يعمل ايه؟ يوصله لي لحد الكدني بكل التوكسيستي اللي فيه اللي هو ال NH3 ده. ليه؟ علشان يطلع لي من الناحيه الثانيه، خلاص لازم يعدي هنا الاول يتصفى ويتنقى ومش عارف ايه، ويطلع لي من الناحيه الثانيه اللي هي الايه؟ اليوريا النظيفه نوعا ما اللي اقدر اوديها لحد الايه؟ الكدني من غير ما تبقى توكسيك على البلد، تمام كده؟ طيب يلا بينا على الكويستشن اللي بعده، question 30. طيب في 30 بيقول لي ايه بقى؟ What explains the relationship between the excretion and the homeostasis؟ انا هبص على الاكسكريشن وهبص على الهوميوستاسيس. ايه العلاقه ما بينهم؟ تعالى نشوف كده. expelling water only، الاثنين بيعملوا expel للوتر؟ لا. طب تعالى نشوف اللي بعدها. maintaining the
stability of the body's internal environment. الاثنين هدفهم ان انا اوصل ان انا ابقى stable، ان جسمي يبقى فيه stability، ان جسمي يبقى كل حاجه فيه in a fixed level، في الليفل الطبيعي بتاعها، اذا كان جلوكوز او salts او water او وات ايفر. هما الاثنين بيحاولوا يعملوا ده فعلا. طب تعالى نكمل. energy production، الاثنين يعملوا لي energy؟ لا، محدش فيهم بيعمل لي energy اصلا. oxygen transport، لا برضو مش شغلتي. يبقى انا هختار انهي؟ هختار بي. ليه هختار بي؟ هختار بي علشان الاكسكريشن والهوميوستاسيس الاثنين هدفهم حاجه واحده، ان جسمي يفضل ستيبل. جسمي يفضل ايه؟ ستيبل. تمام، الليفلز بتاعته مظبوطه يعني. تمام كده. يلا بينا على اللي بعده. question 31. يلا. if the kidneys fail، لو الكدني بتاعتي توكلت على الله، لو الكدني بتاعتي توكلت على الله وما بقتش شغاله. تمام. طيب to perform the function، ما بقتش عارفه تشتغل الفانكشن بتاعتها. طيب the first thing to be affected is، تفتكر ايه اول حاجه هتتاثر عندي في جسمي؟ يلا بينا. الاكسجين ليفل، ماليش دعوه. الاكسجين ليفل دي مش شغلانه الكدني اصلا، دي شغلانه اللنجز. يبقى انا ماليش دعوه اصلا بالايه؟ بالاكسجين ليفل. طيب the number of blood cells، مش شغلتي برضه، انا ماليش دعوه. بس النمبر اوف blood cells دي اللي بيحددها اصلا البون مارو، حته في العظم كده، هي اللي بتعمل لي اصلا برودكشن للايه؟ للبلاد سيلز. طيب the percentage of waste in the blood، كميه الويست اللي موجوده عندي في البلد. دي حقيقه فعلا، ده يتاثر عندي على طول. ليه؟ لان الكدني اصلا هي اللي بتخرج لي الويست دي. فانا لو سبت عندي الويست او الكدني عندي باظت، انا كده خزنت عندي ويست كتير. طيب هرمون برودكشن، البرودكشن بتاع الهرمونز ده هيتاثر عندي؟ لا، ملهاش دعوه. الكدني ملهاش دعوه بالايه؟ بالبرودكشن اوف هرمونز. يبقى تاني، لما الكدني عندي تبوظ انا هشوف ايه الفانكشن بتاعت الكدني. هي الكدني بتعمل ايه؟ الكدني بتخرج لي ويست. يبقى انا لو الكدني عندي باظت الويست مش هتخرج. تمام كده. يلا بينا على اللي بعده. طيب يلا بينا. question 32. the amount of sweat secreted by the body، كميه السويت اللي هتخرج من جسمي، كميه العرق اللي جسمي هيخرجها according to ايه؟ اعتماد على ايه؟ هو السويت ده عباره عن ايه؟ السويت ده عباره عن سولت، شويه سولتس كده، ووتر. تمام. طيب السولت والووتر دي هتخرج امتى؟ ما عنديش حل غير انها تخرج بالايفابوريشن. تمام، ما عنديش حل تاني غير انها تخرج بالايه؟ بالايفابوريشن، انها تتبخر من جسمي. طب هتتبخر من جسمي، يبقى انا هعمل ايه هنا؟ يبقى انا محتاج هاي تمبريتشر. كل ما التمبريتشر عندي تعلى هتبدا السويتنج بتاعي يزيد. تعالى بقى نبص على التشويسز. ده تمبريتشر ديكريز، انا بقول لك عايز التمبريتشر تعلى. طيب هيوميديتي انكريز، لما الدنيا تبقى هيوميديتي يعني رطوبتها عاليه، ماشي، ما هي رطوبه برده من غير تمبريتشر ماليش دعوه. طيب ده temperature rises، لما التمبريتشر تعلى كده الدنيا بقت حر، فانا اقدر ايه؟ اخرج كل الجسم كل الميه اللي جوه جسمي، الاكسس ووتر. طيب البلاد فلو تو ذا سكين ديكريز، البلاد اللي داخل جوه السكين يقل. لا بالعكس، ده لو قل انا ما عنديش ميه اطلعها بره. يبقى تاني انا هختار التمبريتشر رايزز. ليه؟ عشان الدنيا حر، فانا هخرج ميه اعلى. لكن اصلا فكره الهيوميديتي ديت انا كاني بحبس الميه جوه جسمي. تمام، اخلي الايه؟ الموضوع رطب اكتر. تمام، فهتكون ايه؟ سي. طيب يلا بينا الكويستشن اللي بعده. question 33. طيب what is the common rule between the skin and the kidneys in the homeostasis؟ انا هبص على مين؟ هبص على السكن، هبص على السكن، وهبص على الكدني according to ايه؟ according to الهوميوستاسيس. انا اشوف جسمي ازاي بيحاول يعمل internal balance مع الكدني والايه؟ والسكن. بس تعالى نشوف. اول حاجه الهرمون برودكشن، الكدني مالهاش دعوه بالهرمونز والسكن مالهاش دعوه بالهرمونز. اللي بعده ويست ستورج، الاثنين بيعملوا ستورنج للويست؟ لا طبعا. انرجي برودكشن، الاثنين بيطلعوا لي انرجي؟ لا برضه. امال اكسكريشن اوف ووتر اند سولتس، الاثنين بيطلعوا لي ووتر وبيطلعوا لي سولتس. اللي هي مين يا مس؟ اللي هي الاكسس ووتر والاكسس سولتس، الحاجات الزياده عن الجسم. تمام كده، الحاجه اللي انا مش محتاجها. طيب يلا بينا على اللي بعده. question 34. يلا بينا. expelling الكربون دايوكسيد from the lungs. expelling يعني ايه كلمه expel؟ يعني ان انا اخرج. تمام، exhalation. طيب بخرج الكربون دايوكسيد من اللانجز، ده اكزامبل على ايه؟ تفتكر ده اكزامبل على ايه؟ هل ده معناه ثيرمال ريجيوليشن، ان انا بظبط التمبريتشر بتاعت جسمي؟ لا، انا لو عايزه اخرج كربون دايوكسيد مش عشان اصلا خالص ان انا اظبط حراره جسمي، ملوش دعوه اصلا. طيب جازز اكسكريشن، ان انا بخرج الجازز الزياده اللي جوه جسمي.
طب هل ده نيرف ترانسميشن ليه اي علاقه بالاعصاب؟ ملوش اي علاقه بالاعصاب. طيب اللي بعده سوليد اكسكريشن، هل انا بخرج سوليدز من during الترانسبيريشن سوري الريسبيريشن؟ لا. يبقى انا عندي ايه اللي هي الجازز اكسكريشن. يبقى الكربون دايوكسيد دوت وهو بيخرج ده عباره عن حاجه، دي حاجه انا مش محتاجها، دي ويست، فهبدا ان انا ايه اخرجها كجاز. تمام كده؟ طيب اللي بعده question 35. يلا. البادي توكسيسيتي increases when امتى جسمي يبقى مليان توكسينز؟ تعال نشوف امتى جسمي يكون مليان توكسينز. رقم 1 the respiration rate decrease، لما الريسبيريشن بتاعي يقل، لما التنفس بتاعي يقل، ولا لما الميتابوليك ويست يحصل لها accumulating، ولا لما جسمي يخزن كل الويست اللي انا عملتها، ولا السويت سكريشن increases لما العرق بتاعي يزيد، واخر حاجه لما البلاد بريشر ديكريز لما ضغطي يوطى. طب تعالى ضغطي يوطى دي مالهاش دعوه، والسويت سكريشن مالهاش دعوه، يزيد او يقل مش ده اللي هقول. انا عايزه جسمي يبقى فيه توكسيسيتي اصلا، يكون فيه توكسينز، فالسويت لو زاد مش هيبقى فيه توكسينز. اما انا قدامي دلوقتي يا اما الريسبيريشن هيديكريز فبالتالي انا ممكن اخزن كربون دايوكسيد، او الميتابوليك ويست يحصل له accumulation يتخزن. انهي اصح؟ انهي اعم؟ انهي مش سبيسيفيك، انهي واخده المحتوى كله بشكل كبير يعني كويست؟ هي رقم 2، لان الميتابوليك ويست ممكن يطلع منها الكربون دايوكسيد، لكن انا هنا لما جيت اتكلمت عن الكربون دايوكسيد بس خصصتها. تمام؟ يبقى انا هختار بي. ليه هختار بي؟ لان ديت شايله لي كل الويست، اذا كانت نيتروجينس ويست او اذا كانت جازس ويست، تمام؟ او اذا كانت اكسس ووتر حتى انا مش محتاجه. تمام كده؟ يبقى انا عندي في 35 هتبقى الكويستشن، هتبقى الانسر بي. طيب اللي بعده وصلنا بعد كده للإساي كويستشنز. يلا بينا بقى نحل مع بعض الإساي كويستشنز. يلا بينا. طيب أول سؤال معايا بقى في الإساي كويستشنز. Excretion is essential for maintaining the biological balance. تمام؟ بيقول لي ان الاكسكريشن دوت شيء مهم جدا عشان اوصل للانترنال بالانس. طيب الانترنال بالانس ديت كانت معناها ايه الكلمه دي؟ اللي هي هوميوستاسيس. طيب فور ذا ليفنج اورجانيزم ازاي الاكسكريشن دوت بيساعدني ان جسمي يبقى عنده بالانس؟ هو اصلا يعني ايه كلمه اكسكريشن؟ بص يا سيدي ادي الاكسكريشن. الاكسكريشن دوت ايه هدفه في الدنيا؟ ايه لازمته في الدنيا؟ هو عباره عن removing التوكسيك ماتيريالز. حلوه كده؟ حلوه قوي. طيب والهوميوستاسيس هو عباره عن ايه؟ ان انا اخلي عندي انترنال بالانس. يبقى انا عندي ريموفينج التوكسيك ماتيريالز leads to هيوصل لي لايه في الاخر؟ leads to keep the levels of materials مالها ستيبل. هتوصلني في الاخر ان جسمي يبقى عنده ستابيليتي. ليه؟ عشان الليفلز بتاعتي كلها ستيبل. يبقى تاني لما يجي يقول لي الاكسكريشن ايه لازمته مع الهوميوستاسيس، هقول له والله يا جماعه ان الاكسكريشن ده بمنتهى البساطه هو بيخرج لي التوكسيك ماتيريالز. لما اخرج التوكسيك ماتيريالز والاكسس ماتيريالز برضو اهي توكسيك ماتيريالز، وكمان ممكن يكون عندي اكسس ماتيريالز. طيب لما اخرج الاثنين دول ايه اللي هيحصل؟ جسمي هيبقى بالانس. ليه هيبقى بالانس؟ عشان الليفلز عندي بقت مظبوطه. تمام كده؟ طيب يلا بينا على الكويستشن اللي بعده question 2. طيب a disturbance in body function occur when metabolic waste accumulates. بيقول لي ان والله لما جسمي يبدا يخزن الميتاليك او الميتابوليك ويست ديت برودكتس، اللي بيحصل بتبدا ان هي تعمل لي ايه؟ تعمل لي disturbance في البادي فانكشن. ليه يا ترى؟ انا هتكلم على حاجه مهمه جدا عندي اللي هي مين؟ هي الكربون دايوكسيد. بيعمل ايه الكربون دايوكسيد ده؟ الكربون دايوكسيد ده خلي بالك بينكريز البلاد اسيديتي. يعني ايه انكريز البلاد اسيديتي؟ دي واحده. يعني ايه بينكريز البلاد اسيديتي؟ يعني بيقلل لي في البي اتش بتاعتي نفسها، بيغير لي فيها، بيخليها اقل من 7. تمام؟ طيب لما يقلل لي في البي اتش، لما يبوظ لي في البي اتش وفي الاسيديتي، ده بيأثر لي ايه؟ اهو which affects، هتأثر لي على مين؟ affects the
انزيمز. الانزيمز في جسمي مش هتشتغل كويس، ولما الانزيمز في جسمي ما تشتغلش كويس خلي بالك جسمك كله بيبوظ. فاهم؟ لان انت اهم حاجه اصلا بتظبط لك جسمك هي عباره عن الانزيمز والهرمونز، فانا لما ابوظ في البي اتش بتاعتي يبقى انا بوظت في الانزيمز وفي الهرمونز. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده question 3. يلا بينا. طيب question 3 excretion a large amount of sweat. لما اخرج كميه كبيره من السويت in hot weather helps the body remain in homeostasis. ازاي لما بخرج كميه كبيره من السويت ازاي ده بيساعدني في الهوميوستاسيس؟ بص يا سيدي، لما باجي اخرج قلت لك قبل كده والواتر فيبور خارج او عامه والسويت بتاعي خارج اذا كان فيه واتر وسولتس بقى، وهو خارج بيبدا يسحب معاه شويه كده، بياخد معاه شويه ايه اهوت اكسس هيت، بياخد الهيت الزياده اللي عندي. تمام كده؟ طيب هو بياخد الهيت الزياده اللي عندي، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها ثيرمو ريجيوليشن. يبقى تاني السويت بيعمل لي ايه؟ السويت بيعمل لي حاجه اسمها ثيرمو ريجيوليشن. طيب الثيرمو ريجيوليشن الثيرمو ريجيوليشن ده بيحصل ازاي؟ اهو تعالى شوف، ادي الثيرمو ريجيوليشن بيحصل ازاي؟ ان السويت ده والله سويت ويل تيك، هيبدا ان هو ياخد الاكسس هيت امتى؟ وهو خارج. طبعا ممكن اشيل كلمه تيك اصلا وهكتب كلمه ابزورب. تمام؟ بياخد الاكسس هيت وهو خارج، فبالتالي بيبدا يعمل لي ايه اهوت which leads to decreasing، هيقلل لي the body temperature. ليه برضو؟ علشان اقدر اوصل temperature، عشان اقدر اوصل في الاخر للنورمال temperature بتاعت الجسم اللي هي كانت كام؟ 37.5. تمام كده؟ يبقى خلي بالك ان السويت فعلا بيحافظ على جسمي. ازاي بيحافظ على حراره جسمي؟ هو خارج بيطلع معاه شويه هيت، زي ما قلت في الترانسبيريشن في البلانت. برضو البلانت هو طالع وهو خارج كده، تبقى ارجع اتفرج على الفيديو، وهو خارج كده منه الواتر في الترانسبيريشن كان بياخد شويه كان بيعمل كولينج للبلانت. تمام كده؟ طيب يلا على الكويستشن اللي بعده. عندك كويستشن 4. يلا بينا. طيب question 4 the volume of urine increase when large amount of water are drinking. لما حضرتك تشرب ميه كتير بيقول لك ان كميه اليورين اللي بتخرج منك بتزيد. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه كميه اليورين بتزيد عندي لما اشرب ميه كتير؟ تعالى شوف، ما هو انا لما بشرب ميه كتير انا جسمي بيقف يقول حاجه، يا جماعه انا محتاجه الميه دي ولا مش محتاجها؟ محتاجها هخليها عندي. طب مش محتاجها هخلصها هخرجها بره. يبقى to remove the excess water من الاخر، علشان اخرج الواتر الزياده اللي انا دخلتها جوه جسمي. انا هاخد اللي انا محتاجه والباقي اخرجه لك بره. تمام؟ اخد اللي انا محتاجه ده اللي هو قد ايه تقريبا؟ جسمك ما بيحتاجش بجد اقل من 2.5 3 لتر ميه. تمام؟ اكتر من كده ممكن يبقى اكسس عادي، وفي ناس بجسمها بيحتاج اكتر من كده، الديبانز على نوع الجسم. تمام؟ او على شكل الجسم يعني. يبقى انا هشرب ميه كتير، الجسم بياخد اللي بيحتاجه واللي مش محتاجه كده كده ايه بيخرجه بره. طيب يلا بينا على اللي بعده. عندك question 5. يلا بينا. الامونيا is converted into urea in the body before it is excreted. يا ترى ليه جسمي كان بيحول لي الامونيا، ياخد ال NH3 دوت ويحوله ليوريا؟ ده هو ليه كان جسمي بيعمل الحركه دي؟ ليه كان بيعدي على الليفر الاول ويعمل الحركه دي؟ هرجع اقول له اصل الامونيا دي يعمل حاجه، هي الامونيا اللي كان الرمز بتاعها ايه او الفورمولا بتاعتها ايه؟ NH3. مالها is extremely toxic. هي توكسيك جدا to move through البلد، ما اقدرش اعديها جوه البلد through البلد. امال هعمل ايه؟ هاخد اليوريا اهيت which is less toxic
هي توكسيك برضو بس اقل توكسيستي منها، تمام. and safe، وكمان امنه to transported عشان تقدر ان هي تتنقل transported to the kidney عشان تقدر ان هي تعدي للايه؟ للكدني. حلو كده؟ يبقى انا بمنتهى البساطه هقارنه ما بين الامونيا واليوريا. الامونيا توكسيك جدا، اكستريملي توكسيك، فبالتالي ما اقدرش ان انا اعديها جوه البلد، ممكن يجي لي تسمم في ساعتها. لكن هحولها اليوريا جوه الليفر ليه؟ عشان هي ليس توكسيك، وكمان سيف، اقدر ان انا اوديها للايه؟ للكدني، عشان الكدني بعد كده تخرجها بره. تمام كده؟ طيب. question 6. question 6. explain the skin plays a dual role in human life. ازاي السكين ده مهم جدا 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 في حياه الانسان. تعال نشوف اصلا ايه هي الفانكشن، ايه هي الفانكشنز بتاعه السكين. السكين ده بيعمل لي حاجتين. السكين ده بيعمل لي كام حاجه؟ حاجتين. اول حاجه بيعمل لي بروتكشن، بيعمل لي بروتكشن بجسمي. تاني حاجه بيعمل لي ايه؟ اكسكريشن، يبقى بروتكشن اند اكسكريشن. طيب تعالى نشوف هو بيعمل بروتكشن ازاي واكسكريشن ازاي. البروتكشن بتاعي بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق الابيديرمس. قلت لك ان الابيديرمس ديت مالها الابيديرمس. انا كان عندي 3 طبقات في الفيديو اللي فات، ارجع شوف الفيديو اللي فات لو سمحت، ارجع. عندي كام طبقه؟ 3 طبقات اللي هي الايه؟ الابيديرمس والديرمس والهايبوديرمس، اللي هما ايه؟ الابيديرمس والديرمس والهايبوديرمس. طيب الابيديرمس دي كانت الطبقه اللي فوق، كانت ايه؟ هي عباره عن بارير of microbes. يعني ايه؟ يعني بتمنع دخول الميكروبس. prevent يا سيدي، كلمة بارير صعبة عليا. prevent enters of microbes. يبقى تاني السكين ده البروتكشن بتاعي عبارة عن ايه؟ ايه اللي موجود في السكين بيحميني؟ ايه هو؟ الابيديرمس. الابيديرمس كانت بتعمل ايه؟ كانت بارير فروم الميكروبس، سوري، كانت بتحافظ عليا من الايه؟ من الميكروبس. الميكروبس ما تقدرش تخش جسمي طالما في ابيديرمس، ما اتقطعتش الابيديرمس دي. طب تحت الابيديرمس كان عندي حاجه اسمها ديرمس، مليانه ايه الديرمس ديت؟ هتلاقي فيها السويت جلانز، هتلاقي فيها الهير فوليكلز اللي بيطلع منها الهير. طيب تحتهم هتلاقي عندي مين؟ الهايبوديرمس. طب الهايبوديرمس دي مالها الهايبوديرمس دي فيها لاير اوف فات، فيها فات وفيها البلاد فيسلز، عشان البلاد فيسلز ما ينفعش تبقى حاجه كده قدام الناس كلها. تمام كده؟ يبقى تاني انا عندي كام طبقه؟ عندي 3: ابيديرمس، ديرمس، هايبوديرمس. تاني ابيديرمس، ديرمس، هايبوديرمس، ابيديرمس، ديرمس، هايبوديرمس. احفظهم. طيب ده بالنسبه للبروتكشن. طب الاكسكريشن بتاعي بقى ده بيساعدني في ايه؟ producing السويت. بيعمل لي ايه؟ producing للايه؟ للسويت. طيب producing السويت ده بيخرج لي معاه ايه؟ بيخرج لي معاه الواتر، الاكسس واتر اللي انا مش محتاجه، والاكسس سولز اللي انا برده مش محتاجها. تمام كده؟ يبقى لما يجي يقول لي ازاي السكين بيحافظ على حياتي ككائن حي، كبني ادم في الدنيا، حاجتين: بروتكشن و اكسكريشن. بروتكشن و اكسكريشن. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 7. explain the nephron is considered the functional unit in the kidney. هو ليه النفرون دوت هو الفانكشنال يونت، هو اهم حاجه في الكدني، هو اللي بيدور لي الدنيا دي كلها جوه الكدني. تعالوا نشوف هو النفرون كان بيعمل ايه اصلا. حاجه اقول والله يا جماعه ان النفرون ده ليه رول مهم جدا. طب هو كان بيعمل ايه يا مس؟ تعالى شوف. النفرون ده بيعمل لي فلتريشن للبلد. بيعمل ايه؟ فلتريشن. it filters the blood. ليه؟ هو ليه كان بيعمل الفلتريشن دوت؟ to return the needed material. هيرجع لي الماتيريالز اللي انا محتاجها materials to the blood او to the body again. طيب واللي انا مش محتاجه؟ and remove الويست ماتيريالز. يبقى تاني الراجل ده بيعمل لي ايه؟ الراجل ده بيعمل لي حاجتين. اول حاجه بيبص على البلاد كده، يبدا ان هو يعمل له ايه؟ فلتريشن. اللي انا محتاجه هرجعه تاني للايه؟ للبلاد، واللي انا مش محتاجه هخرجه بره الجسم.
تمام كده. عشان كده قلنا ان النفرون دي اهم حاجه في الكدني، هي الفانكشنال يونت اوف كدني، هي اللي بتشغل الكدني اصلا. اللي بعده، يلا بينا على الكويستشن اللي بعده، كويستشن 8. يلا بينا. طيب explain why الميتابوليك ويست are considered by products. ليه الميتابوليك ويست زي ما قلت لك، مش قلت لك في سؤال تشويس من شويه، ليه انا بقول على الميتابوليك ويست ديت الويست اللي بتخرج مني دي بقول عليها باي برودكتس، دي مش بقول عليها برودكتس عادي. تمام. despite origination from الاسينشال رياكشن، برغم ان هي بتطلع من رياكشنز عادي. بص يا سيدي، هو انا محتاج ايه اصلا؟ انا محتاج البرودكتس عاديه، يبقى دي unneeded materials، يبقى دي materials must be produced، لازم تطلع due to الميتابوليك رياكشنز، due to الميتابوليك رياكشن. بس مش ده المقصود، مش ده اللي انا عايزاه، انا ما عملتش رياكشن عشان اطلع الحاجات دي. so او اقول but اهي but it's unneeded materials، يعني دي في الاول وفي الاخر هي materials طلعت، بس انا انا كبني ادم او كليفنج اورجانيزم عملت الرياكشن ده لهدف ما، مش ده الهدف. زي ما قلت لك من شويه الاكزامبل بتاع السيلولار ريسبيريشن، لما قلت لك انا هاخد الجلوكوز C6H12O6 هحط معاه الاكسجين هيطلع لي كربون دايوكسيد ووتر وشويه ATP، انا محتاج الATP، فبقول على الووتر وعلى الكربون دايوكسيد دول ان هم ايه؟ باي برودكتس، او بقول لهم ايه؟ ويست ماتيريالز، حاجات مش محتاجها، هتخرج بعد كده معايا في الايه؟ في النفس مثلا، او تخرج بقى لو الووتر دي اتخزنت شويه ممكن تطلع كسوات او كيورين او وات ايفر. تمام كده؟ يبقى انا بقول عليها باي برودكت عشان هي حاجات انا مش محتاجها، انا ما عملتش الاكشن عشان هقص. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده question 9. طيب give reason، وما اكترها كلمه give reason و explain. Why losing large amount of water is considered a dangerous to human life؟ ليه البني ادم لو خرج كميه ميه كبيره بره جسمه بقول ان دي حاجه dangerous على جسمه؟ تعالى نشوف. انا دلوقتي ككائن حي، كبني ادم، مش انا محتاج ميه؟ طب انا لو خرجت الميه دي بره جسمي ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لو انا جيت في مره قلت انا مش شارب وخرج لي بقى كل الميه دي اللي من جسمي، سحب لي الميه دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ عارف لما تجيب الورقه دي تغطسها في ميه مثلا وخليها تنشف، ايه اللي هيحصل؟ هتنشف. يعني ايه هتنشف؟ هتتكسر في ايديك. تمام؟ مش هتلاقيها تتقطع عادي، مش هتبقى ورقه عاديه، هتنشف جامد. فبقول على المصطلح دوت عندي هنا في الساينس بقى اسمه دي هايدريشن. هوصل لمرض اسمه ايه؟ اسمه الدي هايدريشن، الجفاف. يبقى هكتبها لك بقى باللون كده واضح عندي شويه. يلا بينا. يبقى انا عندي ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ان هو ايه؟ it leads to dehydration. هيحصل لي مرض اسمه الايه؟ الديهايدريشن، اللي هو ايه يا مس؟ الديهايدريشن ده اللي هو الجفاف، جسمك هيبقى ناشف. حتى الجلد الناس ديت بتلاقي جلدهم دوت بقى ناشف كده، بقى حرفيا تمسك ايديه تحس ان هو ايه ده، انت كانك ماسك صباره بجد. تمام؟ فالديهايدريشن ده هو موجود عند الناس كتير، بيبدا يزيد طبعا عند كبار السن، فلازم نشرب ميه كويس يا جماعه. تمام كده؟ طيب اللي بعد كده question 10. يلا بينا. طيب explain the liver acts as a main process station for toxins. ليه بقول على الليفر دوت ان هو ستيشن مهمه جدا بالنسبه للتوكسينز، محطه لازم يعدي عليها اي توكسيك ماتيريال. ليه؟ because it converts the ammonia او the toxic ammonia into safe urea. تمام؟ يبقى because it converts التوكسيك امونيا، هتحولي الامونيا اللي ما اقدرش استحملها ديت، امونيا اللي هي ايه الفورمولا بتاعتها؟ NH3 into safe urea. تمام كده؟ يبقى الليفر ده هيبدا ان هو يساعدني ان انا احافظ على الايه؟ الجسم بتاعي وعلى البلد بتاعتي. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 11. explain the role of lungs in the excretion process. هو اللونجز دي بتعمل لي excretion ولا ما بتعملش؟ بتعمل excretion لايه؟ للكربون دايوكسيد. ده اسمه ايه؟ اسمها gases waste. يبقى it helps
in excretion of، بتساعدني في ان انا اخرج ايه؟ الجازز ماتيريال. جازز ماتيريالز زي ايه يا مس؟ زي ايه الماتيريالز ديت؟ زي الكربون داي اوكسيد. تمام كده؟ يبقى هو ليه دور مهم طبعا في الاكسكريشن. طيب ايه كمان؟ عندي ايه كمان هنا؟ question 12. يلا بينا على question 12. Explain why does the accumulation of carbon dioxide threaten vital process. ليه صعب جدا ويعني لو حصل تبقى دي مصيبه كبيره ان جسمي يخزن كربون دايوكسيد. تعال نشوف الكربون دايوكسيد بيعمل ايه في الجسم. قلت لك من شويه ان الكربون دايوكسيد ده مصيبته مصيبه. بيعمل ايه؟ it increases the acidity of the blood. بتزود لي من الاسيديتي. يعني ايه ده اسيد؟ يعني البي اتش بتاعته بتقل عن 7. يبقى تاني الكربون دايوكسيد بي increase the acidity of، بينكريز الاسيديتي اوف ايه؟ بينكريز الاسيديتي اوف البلد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البي اتش بتكون ليس ذان 7. طيب هل جسمي انا عايز الكلام ده؟ لا، انا جسمي ليه بي اتش معينه، كل حته في جسمي لها بي اتش معينه، ما ينفعش يبقى ده المنظر بتاعي خالص. فبيعمل ايه؟ it affects، بيأثر لي على ايه؟ it affects الانزيمز، والانزيمز دي هي اللي بتأثر لي بعد كده على الايه؟ على الفيتال اورجنز كلها. يقول لك لو الانزيمز دي اتجنت شويه، اتهبلت كده شويه وقعدت قررت تعمل اي رياكشن غريب، ممكن تبوظ لي فعلا اورجنز في الجسم، ممكن تهاجم اورجنز. تمام؟ ممكن تعمل لي امراض كتير جدا. تمام؟ فحتى مشكله الانزيمز عندي هتاثر لي بعد كده على الفيتال اورجنز، اللي هتاثر لي بعد كده على الفيتال بروسيس، ويبقى البني ادم ده ملوش لازمه يعني، خلاص بقى يتوكل على الله. تمام كده؟ طيب كده احنا خلصنا بارت 5. يعني خلاص احنا بقينا بجد جزء صغنون جدا، هينزل بكره على الاغلب ان شاء الله، فيديوهين برضو، بس فيديوهين صغنونين خالص خالص خالص، وهكون خلصت معاك مراجعه مارس كلها. تمام؟ تابع معايا كويس، ارجع للفيديوهات، لو في حاجه واقعه منك ابعتها لي زي ما كتير منكم اوريدي بيبعت لي على الفيسبوك، ابعتوا لي على البيج او ابعتوا لي تحت في الكومنتس، اكتبوا لي برد عليكم بنفسي. اشوفكم على خير المره الجايه. ذاكروا كويس، ذاكروا كويس، عشان يا دوب انا هنزل الفيديوز بتاعت بارت 5 هتلاقي لاحقها على طول بارت 6، ما عندناش وقت للتفسير. ذاكر كويس وربنا معاك. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.